كونوا سمعتوا بلا فاريول دو سانج اللي الانتشار ديالو كيكون بشكل كبير كيسبب ارتفاع الحراره، كتظهر حبوب كما كتشاهدوا في الصوره. هذا الفيروس هذا كينتشر بواحد الشكل كبير، وباش نتفاداو الخسائر البشريه والضحايا اللي وقعت في جائحه كورونا خاصنا نتسلحوا باش نقاوموا هذا الفيروس هذا، لان الوقايه افضل من العلاج. السلاح ديالنا هو خاصنا نقويو المناعه ديالنا. كيفاش؟ خاصنا نغذيو البكتيريا الجيده المعويه، حيت هي اللي مسؤوله الاولى على صحه الامعاء. غتسالوني شنو العلاقه بين الامعاء والمناعه؟ الجواب هو بان 70 حتى ل 80% من الخلايا المناعيه اللي مسؤوله على المناعه ديالنا راه موجوده في الامعاء اذا كانت في صحه جيده. اما اذا كانت الامعاء في صحه مزريه راه حتى المناعه كتكون ضعيفه. لهذا السبب خاص الاكل ديالنا يكون صحي باش نقويو البكتيريا الجيده المعويه. وباش نسهل عليكم المأموريه، جميع الوصفات اللي موجوده على قناه يوتيوب فقنا هيلثي فود، سواء الاطباق الرئيسيه او حلويات او مشروبات، راه كتغذي لينا وكتقوي لينا البكتيريا الجيده المعويه. لان القناه نشاتها في جائحه كورونا باش الاشخاص يقووا المناعه ديالهم ويتفادوا اي مرض. وما نتسناوش حتى يوصلنا الفيروس عاد نبقاو نقلبوا شنو غنعملوا باش نقويو المناعه ديالنا. راه الوقايه افضل من العلاج. دخلوا لقناه يوتيوب فقنا هيلثي فود باش تزيد توضح لكم الصوره.